الكهرباء رجعت. استنى ما تفرحش وتجري تحط الفيشة. أول ثانية في رجوع النور هي أخطر لحظة على أجهزتك. اللحظة دي ممكن تكون هي القاضية لبيتك كله. تعال أعرفك ليه. في أول لحظة بيحصل حاجة اسمها voltage spike أو نبضة كهرباء عالية جدا. النبضة دي بتبقى أقوى بكتير من قوة تحمل الدوائر الحساسة في التلفزيون أو اللابتوب، وممكن تطير البوردة في ثانية. مش بس كده، ده بيحصل خناقة مواتير. التلاجة والتكييف والديب فريزر كلهم بيحاولوا يقوموا في نفس اللحظة، وده بيسحب تيار رهيب بيجهد أسلاك بيتك ومفاتيح اللوحة وممكن يسبب قفلة. الأجهزة الحساسة هي أول ضحية. شاشات التلفزيون والشواحن بوردتها بتتحرق فوراً، أما التلاجات والتكييفات فالمواتير بتاعتها هي اللي بتلبس الضرر الأكبر، وتكلفة تصليحها بقت خيالية. الحل السحري هو قاعدة ال5 دقايق. ده الوقت اللي الشبكة محتاجاه عشان جهدها يثبت والنبضات العالية تخلص. اصبر ال5 دقايق دول وهتوفر على نفسك آلاف الجنيهات صيانة. نفذ الخطوات دي وانت قاطع. افصل الفيش، لما النور يجي استنى ال5 دقايق، وبعدين شغل أجهزتك واحد ورا التاني بالتدريج. ابدأ بالأقل سحبا زي اللمبات وبعدين المواتير التقيلة. الوقاية دايما أرخص من التصليح. قولي في الكومنتات، حصلت معاك قبل كده وجهاز باظ منك لحظة رجوع النور؟ شير الفيديو عشان غيرك يحمي بيته وشقاه. ولو محتوى صفحة نور ساينس اي اي عجبك، ما تنساش تعمل متابعة وشير للصفحة. مع السلامة.